السيد رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر، السيد رئيس مجلس الوزراء يتحدث إليكم ويوزع شهادات التمليك. البداشي أركان الحرب جمال عبد الناصر، وقد وقف ليلقي كلمته في هذا الاحتفال. إخواني الفلاحين، إخواني الفلاحين، أهنيكم بتوزيع الأرض، وإن كل خطوة نخطوها في هذا السبيل تعتبر نجاحا، وتعتبر في نفس الوقت خطوة نحو البناء ونحو التشييد، نحو بناء الوطن ونحو بناء الفرد ونحو بناء الجماعة. كل توزيع للأرض نعتبره تثبيت للثورة ولأهداف الثورة ولآمال الثورة، فإننا طالما شكونا في السنين الماضية من الإقطاع ومن الاستغلال باسم الملكية، وكان الفلاح في أرضه يشكو دائما حاله ويتألم طوال السنين الماضية، عشرات السنين ومئات السنين وآلاف السنين، ولا زال الفلاح على الحال الذي كان عليه. فلما قامت هذه الثورة وجدت أن الفلاح الذي يعتبر الدعامة الأولى في هذا البلد يجب أن يتحرر، ولن تكون الحرية بالورق أو بالكلام، ولكن الحرية تكون بالعمل وبالفعل. فبدأنا تحديد الملكية، نعم بدأنا تحديد الملكية. بدأنا تحديد الملكية لنحرر الفلاح من الاستعباد ونحرر الفلاح من الاستغلال، فإن الهدف الأول لهذه الثورة كان يتركز في كلمة واحدة، وهذه الكلمة هي الحرية. ولن تكون هناك حرية إذا قيد الفلاح في حريته السياسية، وإذا قيد الفلاح في رزقه، وإذا استغل الفلاح استغلالا كاملا تحت اسم الإقطاع وتحت اسم الملكية. بدأنا تحديد الملكية أيها الإخوان حتى نتحرر جميعا، فقد خلقنا الله أحرارا، ويجب أن نعيش أحرارا، ويجب أن يدافع كل فرد منكم عن حريته. إننا أيها المواطنون حينما نوزع الأرض اليوم نبني بناء ثابتا في سبيل الحرية، في سبيل الحرية الحقيقية، وفي سبيل الحرية الكاملة، لا في سبيل الحرية الزائفة، ولا في سبيل الحرية الخادعة، ولا في سبيل الحرية المضللة. إننا حينما نوزع الأرض اليوم نحرركم جميعا، نحرر الأرض ونحرر الفلاح ونحرر الوطن. إننا
حينما نوزع الأرض اليوم نبني بناء شامخا ونضع أساسا متينا لكل فرد منكم من أجل نفسه ومن أجل أبنائه ومن أجل المواطنين جميعا. فإذا أردت أن تتمتعوا بالحرية الكاملة، بالحرية الحقيقية، وإذا أردت أن تعيشوا عيشة عزيزة، وإذا أردت أن تعيشوا عيشة كريمة، حافظوا على أرضكم، حافظوا على أهدافكم، وبذلك تحافظوا على حريتكم، وبذلك تنالوا حقوقكم كاملة، لا على الورق ولا بالكلام ولكن بالفعل. فطالما نلنا الحقوق على الورق ولنا الحقوق بالكلام، فماذا كانت النتيجة؟ استمرينا على ما كنا عليه، بقينا على ما كنا عليه، استمر الاستعباد واستمر الاستبداد واستمر الاستغلال. واليوم حينما قامت هذه الثورة للقضاء على الاستبداد والقضاء على الاستعباد والقضاء على الاستغلال وإقامة حياة تكون فيها العدالة الاجتماعية كاملة وشاملة بين الفلاح وبين المواطن، في الريف وفي الحضر، في القرية وفي المدينة. قامت هذه الثورة بهذه الأهداف من أجلكم أنتم ومن أجل أبنائكم أنتم أيها الفلاحون، فحافظوا عليها. إخواني، فحافظوا عليها، فقد كافح آباؤكم من قبلكم وكافح أجدادكم من قبل، ولكنهم لم يتمكنوا مطلقا أن يصلوا إلى ما وصلنا إليه. واليوم حينما استطعنا أن نحقق الأهداف بعون الله وبعون الله وحده، فإننا يجب أن نتكتل ويجب أن نتكاتف للدفاع عن هذه الأهداف. فإن هذه الثورة ليست ثورة أفراد وليست ثورة طبقة، ولكنها ثورتكم أنتم. فحينما تدافعون عنها إنما تدافعون عن آمالكم، وإنما تدافعون عن أهدافكم، وإنما تدافعون عن مستقبلكم، وتدافعون عن مستقبل أبنائكم. هذه الثورة قامت لتحريركم أولا، لتحرير الفلاح ولتحرير العامل ولتحرير المواطنين ولتحرير المجتمع ولتحرير الوطن. قامت هذه الثورة لتقضي على آثار الماضي ولتقضي على الخداع وعلى التضليل وعلى الإفك وعلى البهتان. قامت هذه الثورة تعتمد عليكم وعلى تعاونكم وعلى تآزركم. قامت هذه الثورة من أجل الوطن ومن أجل الحرية، ولم تقم هذه الثورة من أجل الجيش أو من أجل رجال الجيش، إنها ثورتكم أنتم. فسيروا أيها المواطنون متحدون متكاتفون حتى يمكن أن نحقق الأهداف جميعا، وحتى يمكن ألا نترك فرصة لأي رجعي أو لأي خائن أو لأي مستغل أو لأي صاحب مصلحة من أن يقوم مرة أخرى أو يخرج من البحور حتى يعود بنا إلى الماضي. قامت هذه الثورة من أجلكم، فأنتم المسؤولون عن الدفاع عنها، ولن نستطيع نحن وحدنا أن ندافع عن هذه الثورة أو أن ندافع عن أهداف هذه الثورة، لأنها ثورة الوطن وثورة المواطنين. فإذا استطعنا أن نسير متحدين متكاتفين وفاهمين في نفس الوقت ما هي الثورة وما هي أهداف الثورة وما هي الأهداف التي قامت من أجلها وماذا سنستفيد منها، ولم نتبع الضلال ولم نتبع الخداع ولم نتبع الحق الذي يراد به الباطل ولم نتبع التضليل الذي اتبعناه سنينا طويلة، فحدنا عن الطريق. إذا سرنا وراء هذه الأهداف فإننا سنتمكن من أن نبني حياة عزيزة
ومن أن نبني حياة كريمة لنا ولأبنائنا، وإننا في نفس الوقت سنتمكن من أن نحقق الحرية الحقيقية، وسنتمكن من أن نحقق الحرية الكاملة لنا ولأبنائنا، وإننا في نفس الوقت سنتمكن من أن نبني وطنا قويا مستقلا لن يتمكن مستعمر أن يبقى فيه، ولن يتمكن مستعمر أن يتعاون فيه مع الخونة، ولن يتمكن مستعمر أن يحتل أراضيه. هذه هي الثورة، وهذه هي ثورتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.